متابعي قناة فضاء الفلسفة، مرحبا بكم جميعا في هذه الدردشة القصيرة حول الامتحان الوطني الموحد الدورة العادية 2023 شعب الآداب والعلوم الإنسانية مسلك الآداب. بالنسبة للموضوع الأول، لما نطلب الحقيقة؟ فالمراد هنا هو أن نبحث عن الغاية من بحثنا عن الحقيقة. من أجل ماذا نبحث عن الحقيقة؟ من أجل ماذا نطلب الحقيقة؟ أكيد أن الإشكال هنا يتعلق بالحقيقة بوصفها قيمة، فهذه القيمة التي تحتلها الحقيقة هي التي تدفعنا إلى البحث عنها وإلى طلبها بطرق متعددة ومتنوعة. ولذلك فالحديث عن هذا السؤال يقتضي ضرورة أن نتحدث عن الإشكال المتعلق بالحقيقة بوصفها قيمة، ومن ثم نتساءل عن الدوافع أو عن الأسباب التي تدفعنا للبحث عن الحقيقة. أي هل هذه الحقيقة لها قيمة ذاتية داخلية مطلقة، ومن ثم فنحن نبحث عن الحقيقة من أجل الحقيقة، أم ربما نحن نطلب الحقيقة لأشياء أخرى، لغايات أخرى غير الحقيقة؟ ومن هنا تكون المفارقة واضحة. فمن جهة قد نطلب الحقيقة من أجل الحقيقة باعتبارها واجب في حد ذاته، فقول الصدق واجب، وقد نطلب الحقيقة من أجل نتائجها، من أجل ما تعود أو من أجل ما تنتجه من منافع ومن نتائج إيجابية على حياة الإنسان. وقد نطلب الحقيقة لأشياء أخرى. على مستوى التحليل يقتضي الأمر أن نتوقف جيدا عند مفهوم الحقيقة وعند الغايات التي تدفعنا للبحث عن الحقيقة، ومن ثم لابد أن نتساءل أو أن نبحث أيضا وأن نحلل مفهوم القيمة أو الحقيقة بوصفها قيمة، ثم نثير الفكرة أو أطروحة مفترضة قد تتمثل في القول بأننا نطلب الحقيقة من أجل الحقيقة لأنها واجب في حد ذاتها ولأنها غاية في حد ذاتها. وقد نختار أطروحة أو نفترض أطروحة أخرى تتمثل في مثلا أننا نطلب الحقيقة من أجل نتائجها الإيجابية ومن أجل منافعها ومن أجل ما تدره علينا من نتائج ومن منافع عملية أو من أجل المتعة أو ما إلى ذلك. إذن قد نختار إحدى هذه الأطروحات ثم نعمل على تفكيكها وتحليلها وأيضا محاولة المحاججة حول هذه الأطروحة، ثم ننتقل إلى المناقشة فنتساءل عن لنقل هذه الأطروحة، نسائل هذه الأطروحة، نسائل منطلقاتها ونسائل نتائجها. فيما يخص الموضوع الثاني، من الواضح أن الامتثال للقوانين وحدها ليست شرطا كافيا للعدالة. انطلاقا من القول وبيني طبيعة العلاقة بين العدالة والقوانين، فإننا هنا نكون أمام إشكال يتعلق بالعلاقة القائمة بين الحقيقة أو عفوا بين العدالة وبين القوانين. ذلك أن الموضوع الأساس الذي تعالج هذه القولة هنا هو موضوع الحق والعدالة، ومن ثم فنحن أمام إشكال سياسي ينتمي إلى مفهوم أو موضوع الحق والعدالة أو مفهومي الحق والعدالة. طبعا الإشكال هنا يتعلق بأساس العدالة وموقع القوانين من تحقيق هذه العدالة. بمعنى آخر، إلى أي حد تستطيع القوانين أن تجسد لنا العدالة وتحقق لنا هذه العدالة؟ طبعا من أهم المفاهيم أو لنقل الأسئلة التي ينبغي الوقوف عندها في مطلب الفهم، ما العدالة؟ ما القوانين؟ ما العلاقة القائمة بين العدالة والقوانين؟ هل يكفي الامتثال للقوانين لتجسيد العدالة، أم أن العدالة تقوم على أسس أخرى؟ بمعنى آخر، إلى أي حد تكفي القوانين أو يكفي الامتثال للقوانين لتحقيق العدالة؟ طبعا هنا يكون تساؤلنا أو لنقول يكون إشكالنا الأساس هو حول ما إذا كانت القوانين والامتثال إلى القوانين فعلا يجسد العدالة، أما على العكس من ذلك فهذه القوانين لن تحقق العدالة. على مستوى التحليل لابد أن نتوقف عند المفاهيم الأساسية بعد تحديد أطروحة القولة وشرحها.
وأيضا تحديد مفاهيمها وبيان العلاقات التي تربط بينها، ثم بعد ذلك تحليل الحجاج المفترضة. ومن بين أهم هذه المفاهيم لابد أن نتوقف عند مفاهيم أو مفهومي القوانين والعدالة. العدالة باعتبارها إعطاء لكل ذي حق حقه وباعتبارها الاستقامة والميل إلى الحق. القانون باعتباره قواعد سياسية وتشريعات وضعية تعاقدية تنظم العلاقات بين الأفراد داخل الدولة بغاية تحقيق العدالة. ثم لابد أن نشير إلى بعض الأفكار المهمة التي توضح لنا مضمون هذه القولة. من قبيل: لا تعبر القوانين بالضرورة عن التعاقد والاتفاق، بل قد تكون مستبدة وتعبر عن ربما إرادة جهة داخل الدولة على حساب جهات أخرى أو على حساب طبقات أخرى. القانون كقاعدة سياسية لا تراعي الخصوصيات، ومن ثم فلنقل شمولية القوانين قد تؤدي إلى ظلم بعض الأفراد أو بعض الطبقات داخل المجتمع. أيضا ليست كل القوانين عادلة، بل منها ما هو ظالم. ضرورة الاستناد هنا، لابد من الاستناد إلى الطبيعة البشرية لتحديد ما هو عادل وما هو ظالم. إذن باختصار فالقوانين أو الامتثال إلى القوانين غير كاف لتجسيد العدالة، ومن ثم فالقوانين قاصرة عن تجسيد العدالة، لأن القوانين تقف عند حدود لنقل ما هو شمولي، وقد تكون هذه القوانين في حد ذاتها ليست عادلة، ومن ثم فمن العبث أن نستند إليها وهي ظالمة في حد ذاتها لكي نحقق العدالة. في مقابل ذلك طبعا في المناقشة يمكن هنا بعد أن نبين ونبرز قيمة هذه الأطروحة وأيضا ننتقل إلى حدودها، يمكن أن نبين بأن القوانين أيضا هي تجسيد للعدالة أو تحقق العدالة. ذلك أن العدالة في نهاية المطاف لا يمكن أن تعرف إلا من خلال القوانين التي تم التعاقد حولها وتم التعاقد بشأنها. ذلك أن الدولة هي جهاز سياسي غايته تنظيم العلاقات بين الأفراد من خلال تعاقد سياسي إرادي، ومن ثم يصعب أن نتصور عدالة خارج إطار القوانين. وبالتالي فإن لنقول معيار العدالة أو أساس العدالة هو القوانين التي تم التعاقد بشأنها، لأن الدولة في نهاية المطاف هي تعاقد سياسي إرادي، ومن ثم فالامتثال للقوانين هو امتثال أو تجسيد للعدالة. فيما يخص النص، يعني هو نص يتحدث عن السعادة، موضوعه السعادة، ويتناول إشكال أساسي ألا وهو السعي إلى السعادة أو لنقل البحث عن السعادة، ما سبيل الوصول إلى السعادة. خلاصة هذا النص هو أن السعادة تتحدد في تجنب الألم، أي أن يتجنب الإنسان ما أمكن الآلام كيفما كانت هذه الآلام نفسية أو جسدية، ومن ثم سيشعر بالسعادة. أما الذي يبحث عن المتع والملذات ويعتبر بأن هذه الملذات يمكن أن تحقق له السعادة، فهذا رأي خاطئ بالنسبة لصاحب النص. طبعا كملاحظة، فالكثير من المتعلمين والمتعلمات، هنا نتحدث عن المتمدرسين أي على الرسميين، فلن يختاروا يعني في الغالب هذا النص نظرا للظروف التي يقدم فيها درس السعادة ومجزوءات الأخلاق بشكل عام، ونظرا لميل التلاميذ دائما إلى مجزوءات السياسة ومجزوءات الوضع البشري وكذلك الحقيقة. لكن على العموم فأيضا فهذه المجزوءة تعج بإشكالات واقعية واجتماعية وأخلاقية تدخل في صميم الوجود البشري. وباختصار ينبغي التوقف عند الإشكال المتعلق بالبحث عن السعادة والسبيل إلى تحقيق السعادة. ما هو هذا السبيل؟ هل هو في تجنب الألم أم في السعي نحو الملذات وتحقيق المتع والرغبات والغرائز والشهوات؟ طبعا عند تحليل النص لابد أن نتوقف عند أطروحته ومفاهيمه، وأن نشرح بما فيه الكفاية، وأن نقف أيضا عند الحجج التي قدمها صاحب النص، ثم ننتقل إلى المناقشة لكي نبرز قيمة أطروحة صاحب النص وحدود هذا التصور، وكيف لنا أن نتجنب الآلام دون أن نحقق المتعة. أليس في تجنب الآلام تحقيق ولنقول
بحث عن المتع والملذات، فبشكل ضمني وبشكل غير مباشر، فعندما نتجنب آلاما كيفما كانت هذه الآلام فإننا نستمتع أو لنقول نحقق متعا وملذات، إن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. هذا ما يمكن أن نقدمه كدردشة يعني سريعة حول هذا الامتحان.